أنا اسمي مالك، عندي 21 سنة. كنت دايما بدور على الشهرة زي أي شاب في سني، وأكتر مكان كان بيشدني هو التيك توك. لقيت ناس بتكسب فلوس وبتسافر وبقت مشهورة، فقلت ليه لأ، أنا كمان عايز أعمل كده. وفي يوم دخلت جروب غريب اسمه رحلة مجانا، بيقولوا فيه إنك لو صورت تحدي معين هيبعتولك دعوة لحضور مهرجان تصوير في دولة أوروبية مجانا. وبالفعل عملت التحدي. كان لازم أروح مكان مهجور في نص الليل وأصور نفسي هناك. خفت طبعا، بس طمنت نفسي وقلت كلها أفكار للترند. بعدها بيومين جالي إيميل غريب بيقول لي مبروك، تم اختيارك، جهز باسبورك. وفرحتي ما كانتش سيعاني، قلت دي فرصتي. لكن أول حاجة غريبة حصلت لما وصلت المطار. كان في عربية مستنياني، مفيش أي لوجو عليها، والسواق ما نطقش بكلمة. سألته رايحين فين؟ رد عليا هنوصل قريب. بعدها السواق رش عليا حاجة ولقيت نفسي بنام. صحيت لقيت نفسي في أوضة شبه مستشفى، بس ما فيهاش لا دكاترة ولا ممرضين، بس في كاميرات في كل ركن. وبدأت أسمع أصوات، ناس بتصرخ، حد بيقول سيبوني أنا مش موافق. وأنا اتجمدت مكاني. دخل عليا راجل وشه مش باين وقال لي إحنا هنا عشان نوفر أعضاء للناس الأغنياء، ما بيستنوش طوابير، وإنت مجرد جثة. صرخت قلت له انتوا مجانين، أنا جيت عشان شغل التيك توك. ضحك وقال لي إحنا اللي بنشغل التيك توك، أنت لعبة في إيدينا. وعرفت الحقيقة المرعبة. كل الجروب اللي دخلته كان مصيدة بتجمع شباب بيدوروا على الشهرة بأي تمن، واللي بيصور التحدي بيبقوا عارفين إن عنده استعداد يغامر، وده بالظبط اللي عايزينه. أنا هنا دلوقتي مش عارف هفضل عايش لحد إمتى، بس لو بتسمع صوتي أو بتشوف الكلمة دي، اوعى تبص على الشهرة قبل ما تسأل تمنها إيه. ولو حد بعتلك رحلة مجانا، فتح عينيك، ممكن الرحلة تكون بلا عودة. بعد ما الراجل سابني بدأت أحس بحاجة في دراعي. بصيت لقيت فيه أثر حقنة. سرحت انتوا عملتوا ايه؟ بس مفيش رد، بس الكاميرات بتتحرك وبتتابع كل حركة ليا. بعد شوية باب الأوضة اتفتح، دخل شاب تاني واضح انه ضحية زيي، وشه أصفر، عينه فيها رعب. قال لي لو عايز تعيش لازم نهرب الليلة دي. سألته احنا فين؟ قال دي مش مستشفى، ده مخزن أعضاء بشرية، في عشرات زينا، كل واحد بيتاخد في يوم وما بيرجعش. اتفقنا نهرب من فتحة التهوية، بس أول ما فتحناها لقينا كاميرا صغيرة جوه، وسمعنا صوت في سماعة فوق الباب يقول الهروب ممنوع، دورك قرب يا مالك. اتشليت، ازاي يعرفوا اسمي؟ انا ما قلتش اسمي لحد، بس فاكر لما سجلت بياناتي عشان الدعوة المجانية كل حاجة كنت كاتبها صح، الاسم، العنوان، حتى رقم الباسبور. رحلة التيك توك كانت فخ. فهمت دلوقتي إن في ناس بتستغل هوس الترند وبيجمعوا بيانات الشباب عشان يستدرجوهم، وفي مستشفيات خاصة بتشتري الأعضاء بملايين وما يهمهمش إن الجثة تبقى مجهولة الهوية. في يوم التالت دخل عليا واحد شكله مألوف. بصيت كويس لقيته اليوتيوبر اللي كنت بتابعه، اللي دايما بيعمل جيف اويز وسفر مجاني. قلت له انت كمان هنا؟ ضحك وقال لي انا مش ضحية، انا الوسيط، كل واحد بيجي من خلالي باخد عليه $10,000.
وانت كنت أغلى واحد، شكلك نظيف وصحتك حلوة. وقبل ما يدخلوني غرفة العمليات حصل انفجار. واضح إن حد اقتحم المكان. فجأة الشرطة كانت موجودة وضباط بيدخلوا وبيقبضوا على الكل. واكتشفت إن الشاب اللي حاول يهرب معايا كان متخفي، ضابط في مهمة سرية، دخل عشان يكشف الشبكة. بعد الحادث المكان كله اتقفل والفضيحة وصلت للإعلام. بس اللي محدش يعرفه إن في شبكات تانية لسه شغالة، وفي ناس بتتجند يوميا من خلال تيك توك، انستجرام، حتى واتساب. وأنا خرجت حي بس مش سليم. كل يوم كوابيس، وكل مرة أشوف إشعار دعوة لمهرجان مجاني أقفل الموبايل وأفكر كان ممكن أبقى جثة مش مشهور. هل فعلا خلصت القصة؟ ولا الشبكة دي لسه بتدور على ضحية جديدة؟ وممكن تكون انت.